تحلية سهلة سريعة توجد في وقفة بدون فرن. السلام عليكم حبيباتي، كيما شفتوا اليوم اخترت لكم هذه التحلية السهلة السريعة، راح نوجدوها يعني بدون فرن. 10 دقائق راح تكون واجدة. بلا ما نطول عليكم نروح نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. هنا كيما راكم تشوفوا حكمت لي بودواغ تاعي، ولا استعملوا اي كاطو عندكم. دوك نوري لكم ثاني واحد الموديل ثاني راه رخيص يعني يجي بزاف بنين، ولا استعملوا موسكوتشو لي مادلين، حاجه يعني اللي فضلتكم في الدار تقدروا تستعملوها. شمخوها في القهوه ولا في الحليب، هذا يبقى اختياري. هنايا بعد ما شمخت كامل لي بودواغ تاعي، شمخوهم يعني مليح، نروح نجيب الكسرونه تاعي ونحط فيها نص ريتله تاع الحليب. كيما راكم تشوفوا هنايا كان استعملت يعني الفلان نواره، لكن مش حنخليه هكذاك، انا رايحه نزيد له اضافات، يعني ماهوش رايح كامل، راح يتغير الطعم تاعو وراح يجي بنه ولا اروع. هنايا بعدها نضيفوا زوج مغارف معمرين تاع نشا، يعني حوالي 50 غرام. وهنا قبل ما نزيدوا الاضافات انا رايحين نخلطوا كلش بارد في بارد باش ما تكتلش معنا لا مايزينا ويجي الخليط معنا يجي املس. بعدها انا رايحين نحطوهم فوق النار ونستمر في التحريك في الخلط هكذايا حتى يثقال معنا الخليط. وهنا اذا لاحظتوا باللي التحليه تاعنا ما فيهاش السكر، لكن الجو تاعها الطعم تاعها راح يجي معتدل، لان الطبقه الثالثه راح تكون حلوه، يعني لو كان نضيف لها السكر راح تجي يعني تلهم. بعدها كيما شفتوا انا ضفت هنايا قطعه تاع شوكولا، وانا رايحه نضيف نيسكافي، يعني ضيفوا الكميه اللي حبيتوها، تقدروا تروحوا حتى المغرف الصغيره تاع نيسكافي. هذا يعني تشوفوها يعني تشوفوها حاجه بسيطه لكنها راح تغير لكم كامل الذوق. هاوليك القوام تاع الخليط تاعي هو واجد، يعني شوفوا يجي املس ويجي يبرق. بعدها مباشره كما قلت لكم نروحوا نفرغوه في القوالب ديالنا. هنايا جاوني كما شفتوا عندي 7 قوالب، لكن تقدروا يعني ماهمش كامل القوالب تاع 26000، الاخرين شويه غامقين، يعني الا درتوهم في 26000 راح تقطع لكم كميه اكبر. بعدها بعد ما نفرغوا كامل انا رايحين نعمروا النصف تاع القالب فقط، وبعد ما نعمروا كامل القوالب نسيو يعني نسووهم، نديروا هذه الحركه البسيطه باش السطح تاعنا يجي متساوي، وباش نزيدوا الطبقه الثالثه ونخلوهم هكذايا يعني على جنب حتى يبردوا، يعني بلا ما ندخلوهم للثلاجه. نروحوا بكا نحضروا الطبقه الثالثه. هنا استعملت كاس تاع غبره الشونتيي وكاس غير ربع تاع الحليب. انا حبيت الطبقه الثالثه تكون يعني يجي الطبقه تاع الشونتيي تجي شويه ثقيله. زدت لها حليب يعني كان بارد، يعني حتى قريب يتجمد. بعدها نروح نملا لي فيغين ديالي بهذا الشكل. بعدها هنايا حاولوا تنظفوا كامل الاكواب تاعكم، يعني قبل ما تبرد لا شونتيي ويلصقوا تجيكم صعيبه. بعدها كما شفتوا جبت الأغطية تاع القرع تاع الماء، ونحاول يعني نرش بودرة الكاكاو عليها، يعني تروحوا غير بالعقل باش هذاك في الوسط يعني يجينا يعني اللون تاعو يجي أبيض كما الشموع. بعدها زينتها يعني بالأعواد تاع القرنفل عادي، ولا تقدروا ديروا فيرميسيل تاع الشوكولا، يعني هذا يبقى اختياري. وهذا مكان يعني التحليه تقدم بارده كما تقدروا، يعني هنايا درت كاكاو، تقدروا ديروا بودره الشوكولا كما يقولوا الجود بالموجود. وهنايا التحليه تاعنا كي راح تزيد تبرد، يعني البودواغ تاعنا راهم رايحين يزيدوا يتشمخوا، والقوام تاعها راح يجي ولا اروع يعني. والبنه يعني ما نحكي لكمش، نتمنى تجربوها على هذه الطريقه. والى هنا نختم معكم الفيديو لنهار اليوم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.